تخيل معايا انك تتحول من حتة عيل تعبان ملوش اي لازمة لبطل خارق لازم ينقذ كل البشرية. تخيلت معايا؟ طب يلا بينا نبدأ الحكاية. في احدى الايام كان جين قاعد بيحلم بحلم غريب جدا، بيحلم ان في مركبة عملاقة ظهرت من فوقه ونزل منها بنت غريبة وكلمته، قالت له مبروك انت حصلت على نظام جايا. الواد طبعا ما فهمش اي حاجة ولا البنت بتمدله ايديها، الجو هو كمان بيتغير والواد مش فاهم اي حاجة، فراح مدد ايده هو كمان علشان يصافحها، ولكنه لما بيفوق بيلاقي نفسه في الاتوبيس واللي اخده ما كانش ايد البنت، لا ده بالعكس كانت باروكة الرجل اللي قدامه وحرفيا مسخرة. المهم جين بيدي الباروكة للراجل تاني وبعدها بينزل من الاتوبيس بتاعه، وبالمناسبة هو كان رايح على مدرسته الجديدة واللي ده كان اول يوم ليه فيها وكان بيتمنى طبعا النجاح. المهم اول لما بينزل على طول بيبدأ يبص في المكان على كل حاجة علشان يعرف طريقه. بتشوفه بنت هي كمان كده وبتروح له علشان تخليه ينضم من المجموعة بتاعتهم، بس لما جين بيقول لها على المكان اللي هو جاي منه البنت بتتقرف ونظرتها بتتغير وبعدها بتسيبه وبتمشي. الواد طبعا بيجري وراها علشان تساعده تاني والبنت بقرف كده بتقرر انها تساعده، بس بقى واثناء ما هما كانوا بيتكلموا ولد معدي كده بيدوس على الكوتشي بتاع نازا. الولد طبعا ما كانش واخد باله ومكمل في طريقه، بس نازا بينده عليه بيشده من هدومه بيضربه قدام الكل وبيقول له الحس الجزمه بتاعتي يلا ونضفها بلسانك، بس الواد طبعا ما بيرضاش يلحسها وكان محروق جدا وكل الطلاب بتبص عليه. جين بقى لما شافه ما استحملش التنمر ده، قال للبنت انا هروح امنعه. البنت وقفته قالت له يا ابني ما تروحش، ده اخطر ولد في مدرستنا سمعته وحشه جدا ولو رحت له هيكسر دماغك، بس جين ما بيسمعلهاش برضه بيقول انا هكسره يعني هكسره. ولما جين بيقول كده بيطلع له صوت من السما بيقول له نظام جاي خلاص فاهم الامر بتاعك، الهجوم على الواد ده هيبدا وهنكسر لك دماغه. جين طبعا ما كانش فاهم اللي بيحصل ده وحاسس ان في حد بيكلمه. بعدها السفينه بتظهر في السما وبتضرب الواد ده ضربه بتحرق له هدومه، حرفيا الكل مصدوم. جين بقى لما بيشوف نازا وهو محروق بيحس ان هو الذنب في اللي حصل له، بيجري عليه علشان يلحقه ولكن النار ديت ما بتطفاش بسهوله، حرفيا الواد ده صعبان على الكل ومحدش عارف يلحقه. ابو نضاره بقى اللي بينضرب بيجري على المطافي علشان يجيب حاجه تطفي النار ديت، وجين هو كمان بيجري ورا الواد علشان يعرف يصلح غلطته، ولكن اول لما الواد بيجيب له الطفايه البنطلون بتاعه بيتقطع وجين كان قدامه والكل صورهم وشكلهم كان عرق الصراحه. بعدها جين بقى بيجري بسرعه من المكان ولسه عمال يسمع صوت نظام جاي في دماغه. الواد بيقول للنظام ده انت مين وليه عاوز تعمل كده؟ كنت هتموتني من شويه. النظام بقى بيفكره في خطر وبيقول له خلاص هدمر المدرسه باللي فيها، ولكن الواد في اخر لحظه بيقول له يوقف وفعلا بيفصل الهجوم. بعدها بقى الواد كان زعلان جدا على حياته الجامعيه اللي انتهت قبل ما يبدا، حرفيا مش عارف يعمل اي حاجه. بس تخيل بقى ان الحظ مش هيلعب له، لا والله بوم مره واحده بتظهر قدامه فتاه فائقه الجمال بتقول له عامل ايه يا عم جين؟ انا شفتك من شويه وانت بتجري ورا الواد وشكلك كده عندك قوه خارقه، انا عاوزك من الاخر تنضم معانا في منظمه STF. جين لا والله يا ملكه الجمال انت انا عاوز انضم معاكي وكل حاجه، بس انا ما عنديش ولا قوه ولا اي بتنجان. البنت قالت له خلاص يا عم براحتك، بس احب اعرفك ان لو في عندك قوه وناس تانيين اكتشفوها فهياخدوك ويعملوا عليك تجارب لحد لما يعرفوا ايه القوه ديت وحرفيا هتتجلد. خلاص بقى كانت سايباه وماشيه، والواد بقى لما عرف ان هو ممكن يتشرح ولا حاجه بيعترف لها انه بدا يسمع صوت فعلا وهو كمان المتسبب في حريق البنطلون بتاع نازا. البنت وقتها بتضحك كده وبتقول له خلاص يا عم اذا كان كده يبقى تعالى معايا. بتركبه فعلا في عربيه اخر اصدار وبتعرفه بالمنظمه بتاعتها، بتقول له احنا منظمه بنجمع الاشخاص اللي عندهم قدرات خارقه علشان نعلمهم ونحميهم، احنا كمان منظمه مكونه من طوابق وحركات وحاجه كده هتشوفها بعينك وهتبهرك. الواد بقى ما كانش مركز اصلا غير مع القمر اللي قدامه دي وحرفيا ربنا يسترها عليه يا صديقي. المهم بيوصلوا فعلا للمكان بتاع المنظومه وبينزلوا من العربيه بيركبوا المصعد وبيطلعوا فيه علشان توديه لمكان معين، ولكن بوم من حيث لا تحتسب بتلاقي الشرطي ده مرمي عليها، المكان كله متدمر. ايوه ده في مجرم خطير هنا بيسرق ماده السي 222 وهيدمر الدنيا. البنت على طول بتجري عليه وبتسيب صاحبنا لوحده وحرفيا هو واقف ومش عارف يعمل ايه. الاسانسير هو كمان كان عمال يخبط في جثه الراجل ده والواد مش فاهم يتصرف ازاي، بيشيله ويحطه في جنب كده وبيقف مرعوب وبيقول يا رب ارحمني. في نفس الاثناء ديت بقى كان المجرم وصل عند الماده المتفجره وكسر الازاز وخلاص هياخدها. تخيل بقى ان ميرا هتسيبه ياخدها بالسهوله ديت يا صديقي، لا والله بوم البنت بتظهر من ورا وبترفع عليه المسدس وبتقول له مكانك لفلقك. المجرم على طول بياخد باله منها ولسه هيضربها اكل على دماغه، بس بقى المجرم كان قوي جدا وقدر يضغط على نفسه ومسك ميرا ورفعها لفوق بيضربها في الجدار وبيرمي المسدس منها وبيقول لها مكانك علشان ما قتلكيش. بيروح بعدها على الماده تاني ولسه هياخدها، ميرا بتفوق بسرعه وبتعمل شقلباص كده وبوم بتديله على دماغه بتقعد عليه من فوق وهوبا ضربه شقلبته.
ده ايه الحلاوه ديت يا بنت الناس. كانت خلاص بقى رايحه على الصندوق علشان تعينه، ولكن المجرم بيفوق لها تاني بيقول لها انت جبت اخرك معايا، بيضربها ضربه وبترميها على الارض، وحرفيا البنت ما عادتش قادره تعمل معاه اي حاجه. في نفس الاثناء ديت كان صاحبنا لسه واقف عند المصعد وسامع صراخ ميرا مش عارف يعمل اي حاجه. في الوقت ده بقى ميرا كانت اتسحبت لحد ما وصلت عند المسدس بتاعها، ضربت المجرم ووقعته على الارض وقالت له اخرك فاضي. كانت لسه هتخلص عليه وبوم المنحوس بتاعنا بيخبط الباب عليها بيوقعها على الارض. جت خيبه يلا، جت كحلها عمتها خالص. المهم المجرم بيستغل بقى انها وقعت على الارض وبيشيل الماده المتفجره وبيجري بيها. ميرا طبعا بتفوق وبتجري عليه بسرعه، ولكنه بيستخدم الاسانسير وبينزل قبلها. البنت بقى هي كمان بتنزل وراه، وجين حرفيا حاسس ان هو هنا بالغلط. المجرم بقى بيوصل على الدور الارضي وكان خلاص هيهرب، بس ميرا بتظهر من وراه وبوم بتديله على دماغه بتوقعه على الارض مره تانية وبتقول له سلم نفسك. المجرم بقى بيتعصب منها وبيقول لها تمام، بيمسك الصندوق وبيفتحه وبيخرج منه الماده المتفجره علشان يقتلها. جين هو كمان بيوصل في اللحظه دي وبيفكر المجرم ماسك مصاصه علشان ياكلها. المجرم فعلا بيضرب على الواد وبيتفادى الهجوم بالعافيه، هجوم تاني عليه، ولكن جين ما بيستحملش، بيجري على المجرم وبيديله رجل بتطيره، بس الضربه بتاعت المجرم فجرت المكان بالكامل، رمت ميرا لبره. وايوه ما عادش كده غيرك يا معلم. المجرم بقى خلاص هيقتله، ولكن تخيل بقى ان النظام هيسيبه. لا والله، بوم مره واحده دايره حمايه بتحاصر جين وبتحميه، والمجرم هو كمان بيتعلق في السماء مش عارف ايه اللي بيحصل معاه ده. وبعدها بنته صغير بتظهر له بتقتل المجرم ده بكل سهوله، والماده المتفجره اللي في ايد المجرم بتقع بتروح لجين، والبنت هي كمان بتروح له. حرفيا الواد مرعوب بيقول يا هتقتلني ولا ايه؟ يا رب ارحمني. البنت بتقول له ما تقلقش يا سياده الامبراطور، انا مش هقتلك، ده انا الجنرال بتاعك. جنرال ايه وامبراطور ايه؟ هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ البنت بعدها بتقرب منه علشان توري له الذكريات بتاعتها، وبتعرفه انها كانت محبوسه في مكان بعيد جدا، ووسط بقى ما كانوا بيدوروا على اي حاجه بيلمحوا روحك موجوده في المكان. بيقرروا من هناك انك هتكون الامبراطور بتاعنا واللي هتنقذنا وترجعنا تاني. جيم بيقول لها انقذكم مين يا ست انت؟ هو انتم كتير ولا ايه؟ البنت قالت له لا يا عم مش كتير ولا حاجه، ده احنا بس عددنا 300 وكلنا هنكون تحت خدمتك يا سياده الامبراطور. الواد طبعا ما بيفهمش اي حاجه من تقلب الاحداث ده، ولكن بيقول لها خلاص اتفقنا، بس انا عاوزك الاول كده تناديني باخويا الكبير علشان ما حدش يعرف حقيقتك، وانا كمان هناديك بليلي. البنت وقتها بتقول له تمام اتفقنا، وبعدها بتلغي الحاجز اللي على العماره. ميرا بقى بتشوف الحاجز وهو بيتلغى وبتتفرج على الكاميرات اللي بترجع، بتلاقي جين هو اللي عايش والمجرم كمان اختفى، ووقتها بتضحك على الاخر بتقول زي ما انا توقعت هو عنده القوه المطلوبه اللي انا كنت بدور عليها. وبعدها جين بقى بيطلع من المنظمه وبيروح على بيت قريبته شيان اللي شكله كده مغرم بيها وبيحبها. البنت هي كمان شكلها عندها نفس المشاعر تجاهه، وبتساله مين البنت الصغيره ديت. جين بيتخض كده وبيقول لها دي ليلي اخته الصغيره المفقوده، لسه لاقيها من قريب يعني. شيان بتقول له اختك مين يا عم انت؟ ده انا اعرفك من 18 سنه واول مره اعرف انك ليك اخت صغيره. الواد بيقول لها ما هي كانت ضايعه بقى ولسه لاقيها، ما علينا، سلمي عليها يلا يا ليلي. فعلا البنت بتسلم عليها وتشيان بتعجب بيها جدا، بتحبها على الاخر. كانوا بقى لسه خلاص داخلين على البيت، وهوب من حيث لا تحتسب ميرا بتظهر من وراهم بتقول لي جين مشيت وسبتني ليه يا عم انت؟ ده احنا قضينا وقت حلو سوا. تشيان لما بتسمعها بتتعصب جامد وبوم بتديله على دماغه. يا ست استهدي بالله، ده هي بتهزر مش اكتر، انا لسه عارفها النهارده. ميرا قالت له لا ما بهزرش ولا حاجه، انا جيت زي ما وعدتني علشان اضمك لمهمه جديده، وعلشان كمان ابو صاحبتك تشيان محبوس في مكان ولازم نلحقه. ابو صاحبتي ايه؟ اكيد انت بتكدبي علشان عاوزاني اجي معاكم. ليلي من ظهره كده بتقول له يا عم هي ما بتكذبش ولا حاجه، ده هي بتقول الحقيقه. فوقتها جيم بيتحرك كده وبيقول طالما ابو القمر بتاعتي محبوس يبقى لازم نروح ونلحقه. وبعدها اخد ايد البنت وراح ركب على الطياره عشان يوصلوا لمكان المهمه. واثناء ما هم كانوا في الطريق بقى ليلي بتستخدم قدراتها وبتعرف تحدد مكان ابوها. بتقول لجين ان هو موجود في سجن فضائي ولكن حالته الجسديه تمام. الواد طبعا بيطمن شيان عليه وبيقول لها ما تقلقيش هنلحقه ان شاء الله. المهم بيوصلوا فعلا على المكان وبينزلوا من الطياره. اول اتنين بيدخلوا بقى هم ليلي وجين، واللي حرفيا البنت كانت سريعه جدا. جين بيجري وراها علشان يحصلها وبيدخلوا جوه مكان كده. البنت بقى بتتعرف عليه، ايوه دي وحده التحكم علشان ينتقلوا جوه الموقع الفضائي. ليلي بتفعلها فعلا والمكان كله بينور. ميرا بعدها بتوصل وبتزعق لهم علشان لعبوا في حاجات ما يعرفوهاش. البنت بقى لسه رايحه تتخانق اكتر معاهم وبوم صوت كده بيكلمهم. دايره كمان بتحوطهم كلهم وبيتنقلوا جوه البعد الفضائي. عداد كمان بيظهر على الشاشه وشكل اخرهم هناك هو 3 دقايق وبس. وفعلا العيال بتوصل على المكان وبيسقطوا من مكان عالي، ولو سقطوا بالسرعه ديت حرفيا هيموتوا. جين بقى بيمسك في ايد حبيبته تشيان وبيعافروا هما الاثنين علشان يعيشوا، ولكن بوم ميرا بتيجي من فوقهم وبتفرقهم
عن بعض. جين بيروح ناحيه ليلي بقى ومش عارف يتصرف ازاي، وبيقول لها مش مهم انا، روحي الحقيهم بسرعه. البنت قالت له تمام هلحقهم، وسابت له البتاع في ايده كده وطارت عليهم. الواد بقى ما كانش عارف ايه البتاع اللي في ايده ديت اصلا، وهو مستسلم للموت. بيقول مش مشكله، اهم حاجه انهم خلاص بخير. ولكن بوم من حيث لا يحتسب البتاع اللي في ايده بتنور، بتخفف من سرعه سقوطه، بترميها بالارض بشويه. الواد بيقع على الشجره ديت بقى متشعلق من رجله، هو بيبص كده قدامه وهو متشعلق، بيشوف كده حاجات غريبه وما بيكونش عارف ايه ده. ايوه، فراشات مضيئه مليانه بنجوم بتروح على البحر وبتتحول لشكل بنت جميله جدا. البنت بقى بتقرب من جين وهو متشقلب وبتروح عليه وبتبص له. حرفيا الواد هيتجنن، ده ايه الجمال ده يا جدعان. بعدها البنت بتقرب منه اكتر وبتقول له انت اللي جاي هنا علشان ترجعني صح؟ جين بيقول لها ارجعك ايه؟ انا مش عارف انا بعمل ايه هنا اصلا. وبوم بقى بيسمعوا صوت صراخ البنات وتنين بيجري وراهم، شكلهم كده سقطوا في العش بتاع صديقي. المهم ليلى بتطيرهم بعيد عن التنين وبتحاول تهرب منه باي طريقه، بس المعلم وراهم وناوي كده ياكلهم. ميرا بتحاول تضربه بالسلاح بتاعها ولكن ما بيتاثرش، مفيش ولا حاجه نافعه معاه وشكله كده ياكلهم. وقتها ليلي بقى بتتعصب منه وبتقول له تعالى بقى، بترمي البنات لفوق كده وبتحطهم على حاجه تطيرهم، وبعدها بتجمع اشعه كتيره بتنزل ضرب في التنين من كل اتجاه، وحرفيا التنين مش قادر يعمل معاها اي حاجه. ده القدره ديت يا بنت اللعيبه. التنين طبعا بيقع على الارض وبيعمل موجه كده من التراب. البنت بتحمي جين بجسمها وما بتخليش اي حاجه تصيبه. بعدها بتقول لهم عاش عليك، شكل الجنرال بتاعتك قويه جدا زي ما انا اتعودت منها. الجين اتصدم كده لما سمع وقال لها جنرال ايه؟ انت مين اصلا وازاي عرفت تقراي ذكرياتي؟ البنت قالت له سهل قوي، فانا كنت صاحبه نظام جايه قبلك والحاكمه ليه، وانا عارفه انك عندك اسئله كتير بس ما تقلقش يعني هجاوبك عليها كلها. التنين بقى في الوقت ده كان قام تاني وراح على ليلى علشان يخلص عليها، ولكن تخيل بقى انها تسيبه يكتر في الكلام تاني يا صديقي. لا والله، بوم بتديله الضربه التمام بتكسر راسه وبترميها على الارض هنا كده. بعدها بتسيب البنات وبتنزل لتحت علشان تحيي الامبراطوره السابقه بتاعتها ساندورا. ساندورا بقى هي كمان بترحب بيها، وجين كان واقف في النص مش فاهم اي حاجه، بيتصدم كده من ليلي وبيقول لها وانت ما بتتكلميش ليه؟ البنت بقى بتعرفه ان بسبب استخدامها لنفس الهيليوم من شويه على التنين فنظامها الصوتي مش هيشتغل وهتحتاج شويه وقت علشان يرجع تاني. الواد بقى بيقول لها تمام من هنا، وبم ساندورا بتتضاير عليه من هنا، بتقرب منه اكتر، بتقول له انا عاوز اعرفك بحاجات كتيره علشان عاوز ارجع معاك للارض. لسه هتقرب اكتر وبم الوقت خلص. العيال بترجع على المقر من تاني، كل البنات بيرجعوا وما عادش فيه غير جين، وقبل ما بيرجع على طول ساندورا بتمسكه من ايده بتخبط دماغها فيه، بتوري له كل ذكرياتها وبتوري له ايه اللي حصل لها لما كانت الامبراطوره وازاي هي وقعت في اليأس وفضلت في المكان ده محبوسه. بتعرفه كمان ان هو الشعاع الاخير للنور اللي هيلحقهم. بتقول له هجيلك الارض استناني. وبعدها بقى الواد بيرجع من تاني على المقر ومحدش فاهم اي حاجه. ولما بيرجعوا الواد ده بيدخل على ميرا كده وبيعرفها ان ابو تشيان وفرقته ظهروا من شويه وشكلهم كده رجعوا معاهم في نفس التوقيت. تشيان بقى لما بتعرف بتفرح جدا وبتقرر تروح على ابوها علشان تطمن عليه وتعرف ايه اللي حصل له. بعدها بقى وبعد ما تشيان بتمشي ميرا بتوقف جين كده وبتقوله انها عاوزاه. الواد بقى مفكر انها تعترف له بالحب ولا حاجه وشكله واخد في نفسه مقلب حبتين يا صديقي. البنت بقى بتفاجئه وبتقول له انها بعد ما شافت قوته وعجبت بيه اكتر وقررت تضمه خلاص للاس تي اف. عطت له كمان بطاقه النقابه بتاعتهم وبعدها راحت سايباه وماشيه. قال تقول بحبك قال. المهم الواد تاني يوم بيروح للمدرسه بتاعته عادي والدنيا ميت فل وروقان. بيقابله كده قدام المدرسه شخص معضل وجين بيقلق جدا، ولكن بيتضح ان ده واحد تبع نظام جايا وجاي برضه علشان يخدمه. المهم المعلم جين بيقعد جوه الفصل مستني المدرس يدخل يشرح وبوم بيتصدم. ايوه ده نفس المعضل اللي كان بره هو المدرس بتاعهم النهارده. بيكلم جين بقى من خلال التخاطر وبيقول له اجهز علشان في واحده جايه لك النهارده. الواد طبعا بيتصدم وما بيكونش عارف هو بيتكلم على مين، ولكن بوم القمر بيدخل على المكان، جمال اوروبي وعيون زرقاء وحاجه كده اخر حلاوه. كل الطلاب حرفيا كانوا هيموتوا من جمالها، ولكن صاحبنا كان عارف اللي فيها. ايوه دي ساندورا، هي لحقت تيجي هنا ازاي؟ المهم ساندورا بقى بتعرف نفسها وبتقول لهم انها هتنضم للفصل ده النهارده. بعدها بتروح على جين وبتقعد جنبه، وتشيان بتكون جنبه من الناحيه التانيه مولعه على الاخر وبتنغزه وبتقول له مين دي يا كلب الحريم انت؟ الواد طبعا من كميه الضغط عليه مش عارف يتصرف ازاي وبيقول للمدرس يخرجه، بس ساندورا بتمنع المدرس يقرب وشكلها لو شافته هنا هيتقتل. الواد بقى بيتقبل الوضع اللي هو فيه وبيقول لها انت جايه هنا ليه يا ست انت وعاوزه مني ايه؟ ساندورا بتقول له بسيطه قوي يا عم، انا اعلمك ازاي تكون امبراطور كويس لامبراطوريه تشيران. الواد بقى لما بيسمعها بيتخض كده على تشيان، لا تسمعهم يعني او تفهم اي حاجه. بيقوم وياخدها من الفصل بسرعه وبيقول لها تعالي نروح لدكتور، انا بطني وجعاني ومش قادر. بيطلعوا بره
مرة فعلا والبنت بتوقفه في الجدار ده، بتقول له لازم تفسري كل حاجة. مين البنت اللي كانت قاعدة جنبك دي؟ جين طبعا كان عاوز يعرفها الدنيا ولكن مش عاوز يورطها اكتر في حوار القدرات الخارقة ده علشان طبعا خايف عليها وخايف لا تتأذى ولا حاجة. البنت بعدها بقى بتطلع له الشطور وشكله كده مش هيعدي على خير يا صديقي. في نفس الاثناء ديت بقى ساندورا كانت استخدمت قوتها وطلعت فوق السطح علشان تقابل ليلي. بتقول لها الملك الجديد لسه ما حطش مرشد ليه وشكله مش فاهم اي حاجة، لازم نتصرف بسرعة. ليلي بتقول لها انت كحاكمة سابقة عندك كل الوصول للنظام بس لازم تاخدي اذن الامبراطور الاول علشان تقدري تتحكمي فيه، وده لان بوابة الجحيم قربت تتفتح ولازم نتصرف في اسرع وقت. وبالفعل واثناء ما كانت تشيان زنقة جين على السلم بيلاقي ساندورا بتكلمه من خلال التخاطر، بتقول له تعالى دلوقتي على السطح علشان عايزاك. الواد طبعا ما كانش عاوز يروح وبيرفض طلبها بس ساندورا بتقول له خلاص يا عم انا هجيلك، تيجي لي يا ست انت؟ خلاص انا طالع واستنيني. وفعلا بيضحك على تشيان وبيقول لها ان هو طالع الحمام علشان يروح لساندورا. بيوصل فعلا على هناك وبيقول لها عاوز ايه بسرعه انجزي ما فيش وقت، ساندورا واقفه مستنياني. ساندورا بتقول له ولا حاجه هتبصم هنا وخلاص. الواد بيبصم فعلا زي المتخلف وبعدها بيرجع على تشيان جري تاني قبل ما تدخل حمام الرجاله وتفضح الدنيا. فعلا بيلاقي البنت واقفه على هناك وبياخدها من قدام الحمام على السلم. بيلاقي بقى انها شافته وهو نازل من على السطح وقررت تطلع وتشوفه هو نازل من فين. جين بقى بيقول في باله لو هي طلعت دلوقتي وساندورا اتعصبت منها هتديلها واحده ليزر بس هتخلص عليها، انا لازم اعرفها الحقيقه كامله. في الاثناء دي هتبقى ميرا هي كمان كانت بتراقب كاميرات السلم وعاوزه تعرف الحقيقه. بتسمع جين بقى وهو بيحكي لتشيان عن الامبراطوريه بتاعته والبنت بتتشد جدا لسه هتسجل الكلام. بوم ساندورا بتوصل على المكان بتقفل الكاميرات في ثانيه وبتقول لي جين ما ينفعش يا عم تتكلم في المكان ده الناس التانية هتسمعك، المهم تعالى هنا خد دي. وفعلا بتديله القدره على التحكم في نظام جايا وبتفتح له الاوامر كمان. تشيان بقى لما بتشوفها بتتصدم وبتقول لها انت بتعملي ايه ومين انت اصلا؟ ساندورا قالت لها انا رفيقته روحيه خلاص وهو لسه حاطط بصمته روحيه معايا. جين بيقول لها ما حطيتش حاجه انت اكيد بتكدبي، ولكن ساندورا بتفكره باللي حصل والواد حرفيا بيتصدم انت الطول اصلا يالا ولا ايه؟ المهم بيفضلوا يتخانقوا عليه وبعدها بيرجعوا للبيت. اخت جين هي كمان بتنضم معاهم للمعركه دي وحرفيا حاجه مسخره. في نفس الوقت ده بقى كان اخو ميرا بيستكشف الحجر اللي كانوا عنده وبيشوف البعد الفضائي اللي كانوا فيه، بيفضل يحاول يعمل عليه تجارب لحد لما الحجر لونه بيتغير للاحمر شكله خلاص هينفجر. الواد بسرعه بيتصل على ميرا علشان تلحقه. البنت فعلا بتستغرب من نبره صوته وبتساله ايه اللي بيحصل معاك اتكلم بسرعه. الاخ بيقول لها الحقيني الحجر هينفجر بعد شويه وكل اللي موجود مات ما عادش غيري بس انا اللي هنا. ميرا على طول بتتصدم وبتقرر تروح لجين البيت وتاخده معاها علشان يلحقوا اخوها. بتروح له فعلا وبتترجاه يساعدها وبتقول له بالله عليك اخويا هيموت لازم نلحقه بسرعه. الواد ما بيقدرش يستحمل والبنت بتصعب عليه جدا وبيقرر يروح معاها. بيوصلوا بسرعه من خلال انتقال ساندورا وبيكون الاخ لسه عايش. لسه ساندورا ما لحقتش تعمل حاجه وبوم شكل الحجر بيتغير بيحاوطهم من كل اتجاه. الكل فعلا بيختفي داخل الحجر ده والحجر هو كمان بيختفي محدش فاهم اي حاجه. في نفس الاثناء ديت بقى في العالم الفضائي المجهول كان في 3 من المرتزقه ماشيين كده في الغابه بعد ما اتدمرت وكلها انهارت وفعلا بيحسوا بقى خطيره كده قدامهم وبيبصوا عليها وبيتفاجئوا ايوه ظهر قدامهم مجموعه من ذئاب الجحيم الاسطوريه وشكلهم خلاص هيتقتلوا. ولكن وقبل ما الكل يتقدم جين بيتحدف كده وسطهم ومحدش عارف ماله. المرتزقه بقى ما بيشغلوش دماغهم بيه وبيهجموا على الوحوش علشان يقتلوها. الواد بقى عمال يتفرج في النص عليهم ومش فاهم ايه اللي بيحصل ده. البنات هما كمان كل واحده فيهم نزلت على مكان ووحوش تانية حصرتهم وبداوا يهجموا عليهم، ولكن ساندورا وليلي بيحموهم وبيخلصوا على كل الوحوش اللي حواليهم في ثواني بس عددها بتكبر اكتر واكتر ومش عارفين هيخلصوا منهم امتى وازاي. في نفس الاثناء ديت بقى كانت الوحوش لسه بتهجم على المرتزقه والمعركه مشتعله ما بين كلا الاطراف. المرتزقه بيقدروا فعلا يقتلوا شويه من الوحوش الصغيره ولكن ما بيعرفوش يكملوا. الزعيم بتاعهم هو كمان الذئب ده كان هياكله والعيال كلها واقعه على الارض. تخيل بقى ان جين هيسيبه يتاكل كده قدامه يا صديقي؟ لا والله. بوم بيقرر يتدخل بقى علشان يحميه ويضرب الذئب هو بس الوحش بياخد باله من هجوم جين وبيتضير عليه وخلاص هياكله. المرتزقه التالت بقى بيشوفه وبينقذ بطلنا وبيقرر يضحي بنفسه علشان يحميه. جين بعد ما شاف الواد ده بيضحي علشانه ما قدرش يستحمل اكتر من كده، زعق على اخره ونادى لنظام جايا والطاقه بتاعته اتفعلت. بينزل من السما ضوء ازرق بيضرب الوحش ده وبوم بيمحي من المكان بالكامل. البنات طبعا لما بتشوف النور ده بتعرف مكان جين وليلي بتقرر تروح هناك وتلحقه. فعلا البنت بتوصل على المكان والمرتزقه بيستغربوا جدا ما بيكونوش فاهمين اي حاجه. بعدها بقى جين بيتقدم للزعيم ده وبيعتذر له علشان يتسبب في موت صاحبهم. الزعيم بقى بيقول له الحياه بتاعتنا طول عمرها صعبه جدا
متعودين على كده، بس اهم حاجة ما تشيلش في نفسك انت وكل حاجة هتبقى تمام. خد بالك من نفسك يا ابني. جين بعدها بيقول للراجل تمام وبيودعهم وبيطير مع ليلي لفوق. المرتزقة بقى كانوا اتصدموا اكتر منهم علشان اول مرة يشوفوا حد بيطير في العالم ده اصلا، وحرفيا كانوا مذهولين. بعدها بقى واثناء ما كانوا في السماء جين بيلمح نور اخضر كده جوه الجبل ده وبيقرر يروح عليه علشان يعرف ايه النور اللي هناك ده. بيدخلوا جوه فعلا وبيلاقوا جنية صغيرة نايمة بيفوقوها. الجنية ديت عندها قدرات اسطورية وبتعالج جين وبتشفيه. الواد بيعجب بيها جدا وبيقرر ياخدها معاهم. بيروح بقى على البنات وبتجمعوا اخيرا مع بعض. شيان بقى كانت فرحانة جدا برجوعه وفرحانة اكتر علشان هو سليم. الواد بقى بيسأل ساندورا عن العالم ده وايه اللي بيحصل هنا، ازاي هنرجع للارض من تاني. ساندورا قالت له الرجوع حاليا هيكون مستحيل. البلورة اللي نقلتنا هنا اعطتنا مهمة ولازم ننفذها علشان نقدر نرجع تاني. فالمهمة بتاعتنا دلوقتي اننا لازم ننقذ العالم ده من ملك الشياطين ونخلص عليه، كمان نخلص على كل الوحوش في العالم وننقذ اكبر عدد من السكان. ولو ما عملناش كده فكل سكان العالم ده هيموتوا واحنا كمان عمرنا ما هنرجع تاني. الواد بقى لما بيسمعها تتكلم على السكان هنا بيفتكر اللي ضحى بحياته من شوية علشان ينقذه. بيقعد يعيط بحرقة شديدة وبيقول لهم خلاص انا قررت استخدم قدراتي واثبت القاعدة هنا في المكان ده علشان اقدر انقذ الكل. بالفعل الواد بيفعل قوته وحاجات زرقاء بتطلع منه وقوة غريبة بتظهر حواليه. الارض هي كمان اتغير ملامحها وظهرت القاعدة الاسطورية. والمرتزقة هما كمان كانوا بيتفرجوا شافوا كل حاجة بتحصل. ملك الشياطين هو كمان بيستشعر بقى الطاقة السحرية الكبيرة دي وبيعرف ان هو خلاص اتهدد. بيضحك بغباء كده وبينه على الشر وشكله ما بيهزرش يا صديقي. المهم في الاوقات ديت بقى كان جين دخل على جوه القاعدة بتاعته هو والبنات وبيشوفوا كده قدامهم انبوبة وبنت محبوسة جواها. جين لما بيشوفها بيعرفها ايوه ديت المفروض المسؤول عن القاعدة ديت في كل الحاجات عموما. بيفعل فعلا وحدة التحكم وبيبدأ ان هو يفوقها. البنت بتفوق فعلا وبتتعرف على جين وبترحب بسيادة الامبراطور. بيعرفها وكمان كل حاجة حصلت وانهم حاليا لازم يجهزوا للهجوم. تجهزوا؟ طب خدوا ديت بقى. وبوم من حيث لا يحتسب جيش ملك الشياطين بيهجم. ايوه هو خلاص عرف مكانهم حالا ومجمع جيش من الهوية وجاي علشان يخلص على المنطقة اللي فيها. البنات بقى من قوة الهجوم ده جسمهم بيتعب وبيغمى عليهم. هو ده وقته برضه. الوحوش حصلتهم بقى من كل حتة والجو مشحون وحرفيا هتبقى مدعكة. في الاثناء ديت بقى ساندورا بتتدارك الوضع وبتقرر تستخدم المدافع الآلية على الوحوش علشان تخلص عليهم. بتشحنهم فعلا وبتبدأ تضرب في الوحوش مش رحماهم وكتير منهم اتقتلوا. الخطة هتنجح ولا ايه؟ لا مش بالسهولة ديت. فالوحوش بعد ما بتموت بتخرج منها هالة مرعبة جدا بتعطل المدافع بتاعت السفينة وحرفيا دفاعهم اتضرب. ساندورا بقى ما كانتش عارفة تعمل ايه ومش عارفة ازاي هتواجه الوحوش ديت. وبكده مفيش قدامنا غير حل واحد بس. ايوه الجنود المحبوسين تحت في السفينة لازم نستخدمهم بس هم لسه تحت التجربة ومش عارفين مقدار قوتهم ايه. وقتها ليلي بقى بتقول لهم ما تقلقوش انا هخلص لكم عليهم. جين طبعا بيرفض بيقول لها استحالة انت خلاص بقيتي اختي الصغيرة ومش هسمح لحد يأذيكي. ليلي بتقول له ما تقلقش عليا يا عم انا قد الهجوم وهخلص لك عليهم ومحدش هيعرف يلمسني. الواد طبعا ما كانش عاوزها تروح لسه بس ده الحل الوحيد قدامه. بيقول لها خلاص تمام بس ارجعي لي بخير. البنت فعلا بتسمع الكلام وبوم بتنطلق على الوحوش وبتفعل المدافع بتاعتها وحرفيا قلبت رشاش يمين في شمال فوق تحت دعكت الوحوش وحرفيا ما حدش قادر عليها. المرتزقة بقى اللي كانوا بيتفرجوا كانوا مصدومين من العظمة دي وده ايه الحلاوة ديت يا بنت الناس. ليلي بقى كمان كانت لسه مستمرة في الهجوم ولكن بوم من حيث لا تحتسب افعى عملاقة بتعضها. البنت على طول بتقتلها بس الافعى ديت ما بتموتش لا دي بيطلع منها هالة مشؤومة وبتمسك البنت من رقبتها وبتخنقها. ايوه دي مش اي هالة والسلام لا دي نسخة ملك الشياطين اللي جاية ترحب بيهم. حرفيا شكله هيجلدهم. الوحوش هي كمان كده ما عادش ليها رادع واتجهت ناحية السفينة. الكل خلاص شكله هيموت. جين حرفيا واقف مرعوب ومش عارف يعمل ايه. ساندورا هي كمان بتفهم الوضع بتقرر انها تدافع عن الحصن بنفسها. بتخرج فعلا وبتفعل قوتها على الوحوش وبتثبتهم في المكان. الكل ثبت في مكانه ومحدش عارف يتحرك بس البنت بتتلخبط كده والوحش ده بيفك وبيجري عليها علشان ياكلها. تخيل بانه ياكلها وجين مسيطر على جاها يا صديقي. لا والله بوم النظام بيفرتكوا. ايوه ده انا جين برضه يابا. الوحوش هي كمان بترجع بقى والكل فرحان ولكن الهالة الشيطانية بتهجم عليهم من تاني وخلاص هتقتل ساندورا بس بوم في اخر لحظة ليلي بتضربه وبتبعده من المكان. ايوه انا لسه موجودة يا باشا هخلص عليك دلوقتي. ملك الشياطين بقى لما بيشوفها بيفرح جامد وبيقول لهم تمام قوي يلا بقى نبدأ القتال اللي بجد. بالفعل بيبدأ القتال الملحمة ما بينهم وليلي بتستخدم كل قدراتها على الشيطان وبتحاول تقتله بس الوحش ما بيكونش سهل لا ده بيفادي كل هجماتها ببراعة وبيعديها منه. حاجة اخر مسخرة. ساندورا هي كمان من ظهره بتحاول
يثبتوا في المكان، ولكن ده اسمه الشيطان يا جدعان، بيخلص على كل هجماتهم وبيذل فيهم قدام الكل. وجين كان جوه المركبه ديت بيحاول يشوف مركز تحوله، بس برضه مش لاقي اي حاجه. هو احنا هنموت ولا ايه؟ في الاثناء ديت بقى ساندورا بتسال الشيطان عن هويته، والشيطان بيضحك كده، بيخلع القناع بتاعه، والبنت لما بتشوفه بتتعرف عليه وبتتصدم. ايوه انت ازاي بقيت شيطان؟ ملك الشياطين بيقول لها شويه وهتعرفي كل حاجه، هو يلا نكمل القتال. بالفعل بيستمر القتال ما بين الاثنين في معركه شرسه جدا، والعيال بتحاول تهجم عليه بكل غباء، بيهجموا عليه من اتجاهين مختلفين وبينجحوا فعلا يقربوا منه، خلاص هيقتلوه، ولكن بوم وقعتم في الفخ بتاعي. ايوه الشيطان كان عامل نفسه خلاص اتحاصر علشان يرخد فحهم ويقربوا منه اكتر، بيحبسهم جوه طاقه الهويه بتاعته، وخلاص كده شكله هيقتلهم. جين بقى بيتفرج عليهم من بعيد وبيعرف انهم خلاص هيخسروا، ما بيكونش عارف هيتصرف ازاي. بيقول دلوقتي انا ما قداميش غير حل واحد بس، ايوه انا لازم انا اللي احررهم بنفسي. تحررهم يا ابني؟ انت بتقدر تتحرك اساسا؟ ايوه انا اللي احررهم. فعلا بيطلع بره وبيندى على الشيطان وبيقول له تعالى واجهني. الشيطان بيبص له من هنا كده، وبوم جين بيديله الضربه التمام بالنظام بتاعه. تخيل بقى ان في حاجه هتحصل للشيطان. لا والله الشيطان بيضحك على جين كده وبيستهزأ بيه، فرحان على الاخر وبينزل عليه بيضربه، بيضرب الجنيه اللي معاه حرفيا بيذله، بيرفعه كده من رقبته بايد واحده وعمال يذل فيه. بيقول له انا خلاص بعد ما اقتلك هستحوذ على البنات واشغلهم لحسابي، كمان هدمر العالم اللي انت فيه ده وهعدي على العالم بتاعك وهدمره. ايوه انا الكابوس اللي هخرب لك حياتك. جين في الوقت ده كان مستغرب جدا من الكلام اللي بيسمعه، الضغط اللي على رقبته كمان زاد وما عادش قادر يتنفس، عينه بتدمع هي كمان من واقع الكلام، وبيفتكر كل اصحابه، بيتاثر جدا وقوته الاسطوريه اخيرا بتظهر وبيزعق على اخره. بيقول له انا مش هرحمك، لو انت كنت عاوز تدمر العالم بتاعي فانا كمان هدمرك. الشيطان ذات نفسه كان اتصدم من حجم القوه دي، حاول يقتله بس جين بيديله واحده في صدره بتجلده. الوحش ما عادش عارف يعمل ايه، القوه اللي فيه كانت كبيره جدا وعمال يصرخ منها ومش عارف يعمل اي حاجه، طاقته خلاص اتزعزعت. ليلي بقى بتستغل الفرصه دي وبتخرج من الهاله بتاعته. جين بقى هو كمان كان اغمى عليه من التعب وخلاص ما عادش قادر. البنات فكروه مات، ساندورا هي كمان بتفكره مات وما بتشوفش قدامها، بتمتص قوه الهويه وبتتحول لنص شيطانه وبتهجم على الشيطان وحرفيا ما بترحموش، بتديله على دماغه. بس الطاقه اللي عندها زادت ومحدش مصدق، وحتى الشيطان بذات نفسه ما عادش مصدق قوتها. بيقول لها ما تقلقيش انا شويه وهاجيلكم تاني وهجلدك، حظكم بس ان هو طلع بيستخدم طاقه البعد الفضائي، بس المره اللي جايه انا هعمل حسابي. بعدها بقى الشيطان بيختفي من المكان وبيعمل انفجار مدوي كان هيدمر السفينه كلها، بس المعضل ده بيرجع من الارض وبيعمل حاجز حمايه وبيحمي السفينه من الهجوم. بعد انتهاء القتال بقى وكل الحاجات دي، ساندورا بتروح على جين علشان تشوف ماله، بتفوقه فعلا. الواد بيفوق ومش مصدق انهم كسبوا، فرحان لابعد الحدود. بس ساندورا كانت زعلانه على الاخر ومش عارفه تعمل ايه، زعلانه ومفكره نفسها اتحولت لشيطانه ومش عارفه ازاي هتساعدهم تاني وبتعيط. بس الواد بقى بيطمنها وبيقول لها ما تقلقيش انت في نظري هتفضلي صاحبتي حتى لو ايه اللي حصل لك. البنت هي كمان بقى من واقع الكلام بتفرح جدا وكانت في قمه السعاده. بعدها بقى الكل بيجري على جين وبيفرحوا علشان بقى بخير. الجنيه كمان كانت فرحانه على الاخر وما حدش كان مصدق، بس الواد بقى كان لسه تعبان واغمى عليه تاني بسبب استخدامه لقدراته، فبيقرروا ياخدوه على المركبه جوه. وجوه السفينه كانت ميرا بتحلم بحلم غريب جدا، بتشوف خيوط ضوئيه ماشيه كده قدامها وكانها بتعرفها المستقبل. بتروح في مكان موجود فيه زفاف وباين انها العروسه فيه، العريس هو كمان وشه بيبان وبيطلع جين. الله واحنا رايحين على فين؟ البنت بعدها بتفوق بتلاقي جين قدامها وبتتصدم، انت بتعمل ايه يا ابني بشكلك العار ده؟ الواد بيتبرد عليها كده فبوم بتديله بالبوكس بتبعده، بس الصدمه ان هو ما بيتاثرش، ده ايديها هي اللي وجعتها ورمت كمان من الخبطه، واللي حصل لها ده بسبب استيقاظ قوته. المهم ميرا بقى بتحس انها لسه بتشوف الخيوط برضه وبتعرف ان قدراتها كمان استيقظت، بقت بتشوف المستقبل. تشيان هي كمان بتصحى وبتستيقظ قوتها، الاخت برضه نفس الكلام، وشكل الصدمه بتاعت السفينه هي اللي عملت فيهم كده.